نعمل شيء هون، يعني ليه ما نعمل؟ لانه نحن ثقافه وحده، ثقافتنا ثقافه وحده، تاريخنا نشترك بالتاريخ مع بعض. ليه ما نعمل؟ شو الفرق اذا انا بس لاعطيك فكره، نحن نسبه عاليه جدا من الممثلين السوريين هم اكراد. يعني في ناس بتتفاجئ بيقولوا لي هذا كردي، بقول له ايه. يعني خالد تاج الله يرحمه، كريس بشار، عبد الرحمن الرشي، قامات كبيرة كتير هي كردية. أنا ستي كردية وأفتخر، بحب الأكراد. اي ليه لا؟ انا بحس ما بدي فوت بتفاصيل سياسيه وهذا، لانه انا بعتبر الفن بعيد تماما عن السياسه. نحن كفن لازم دائما الفنانين يبعدوا تماما عن اي شيء يصير تحيز لشعب معين تجاه شعب اخر، او يمسكوا يتناولوا قصص مثلا ممكن تزعج اي حدا كدوله شقيقه او اي شيء. الفن انا مثلا اللي عملناه، انا بقدر اقول لك عن تجربتي. نحن من سنه عملت برنامج بالسويد عن تلفزيون الواقع، مشان يقرب بين العرب اللي موجودين في السويد. وقت ما عم بقول لك عرب، عرب ما بقصد بس سوريين، العرب ككل، وبين السويديين، مشان نروح هاي الفجوه، لانه هن ما عم بيقدروا يفهموا نحن كيف طبيعتنا. فحاولنا نرجيهم كيف نحن فعليا، نحن لا نختلف عنهم. نحن بالاخير اللي بتختلف هي الهويه فقط، بس نحن انسانيين، نحن انسانيتنا وحده. كدين ما في فرق بالاديان كلياتها. فوقت ما عملنا هذا البرنامج، الحمد لله الحمد لله انه لقى استحسان كتير كبير. كونه انا اول بنت عربيه بتفوت للتلفزيون الحكومي السويدي، انا وزوجي، وقدرنا نقرب بينات العرب والسويديين. حتى صاروا يبعثوا لي مسجات يقولوا لي نحن ما كنا بنتخيل انه انتم العرب هيك. دائما بياخذوا فكره، للاسف انه نحن كعرب يمكن همجيين متخلفين. يمكن الصوره اللي بتأرجيهم اياها الاخبار للاسف. ونحن ما لنا هيك، نحن بالاخير شعب انساني جدا، عنده كلياتنا. انا وقت ما بحكي كعرب انا بشمل مع كردستان، لانه في ناس بيقولوا لي لا الكرد ليس عرب. انا بعتبر ضمن المنطقه نحن كلنا شعب واحد ودم واحد واهل.